ايه الايام الجميله دي؟ ايام كلها بركات وايام كلها نفحات. ربنا بيحبك جدا، ربنا بيحبك عشان بيبعت لك ايام كلها نفحات، بيبعت لك ايام كلها بركات، ايام كلها الاعمال فيها مضاعفه الى الله عز وجل. ما انش الاوان بقى اننا نرجع لربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول لك اهو: انا غفور رحيم شكور حليم، ببعت لك ايام الاجر فيها مضاعف والثواب فيها مضاعف عند الله عز وجل. اسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. شوف ربنا بيقسم بالأيام دي في القرآن الكريم لعظمها وأجرها عند الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. العلماء يقولوا، جمهور المفسرين يقولوا ان الليالي العشر اللي اقسم بها ربنا هي العشر الاوائل من ذي الحجه. شفتوا قد ايه؟ وكمان ربنا يقول: ليذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام. ابن عباس بيقول ان الايام المعلومات هي الايام العشر الاوائل من ذي الحجه. واذكروا الله في ايام معدودات، ايام التشريق اللي هو اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجه. شفتوا كرم ربنا سبحانه وتعالى قد ايه كبير علينا. تعالوا مع بعض كده نشوف بعض الاعمال اللي احنا ممكن نعملها، الاعمال الصالحات اللي ممكن نعملها. قبل ما نقول الاعمال دي وتمسك قلم وتكتبها، ما تنساش تشترك في القناه وتصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وتعالوا نشوف الاعمال دي. الايام دي بعض العلماء بيقول انها اعظم واحب واجمل من الايام العشر الاواخر من شهر رمضان. بس يا ترى ليه؟ العشر الاواخر من شهر رمضان فيهم ليله القدر. طيب ما هو هنا برضه فيه يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة. ليلة القدر ليلة مختبئة ما بتقدرش تعرفها، فأنت بتتحسسها وبتلتمسها في العشر الأواخر. ممكن تصيبها وممكن ما تصيبهاش، ممكن تاخد ثوابها وممكن ما تاخدش ثوابها. العشر الأواخر أو شهر رمضان أعمال جماعية، لكن العشر الأوائل من ذي الحجة أعمال فردية. يوم عرفة معلومة عند الناس كلهم، أما ليلة القدر المختبئة بتقعد تلتمسها في العشر الأواخر من شهر رمضان. شفتوا قد إيه إن الأيام دي لها فضل عظيم جدا عند ربنا. شوفوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إيه فيها: ما من أيام أحب إلى الله عز وجل، أو العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك بشيء. شفتوا قد إيه إنها أعمال جميلة جدا. تخيل لو في شخصين، وأنا هقرب لك المسافة شوية، لو في شخصين، واحد قاعد على مكتبه أو قاعد في بيته تحت المروحة أو تحت التكييف بتاعه بيعبد ربنا ويذكر ربنا سبحانه وتعالى، أعمال صالحات، صلاة وذكر وقراءة قرآن وكل ده، وواحد تاني طلع بسلاحه وخرج يجاهد في سبيل الله. مين أحب واحد فيهم؟ مين أفضل واحد فيهم؟ أي عمل أعظم؟ أكيد طبعا اللي خرج يجاهد في سبيل الله، لأنه العمل شاق جدا، لأنه ممكن يموت ممكن ما يرجعش. عمل شاق طبعا، صعب عن العبادة والذكر والتسبيح والحمد والصيام، صعب عن كل حاجة. طيب تخيل بقى إن لو قلت لك إن ربنا سبحانه وتعالى غير كل ده. ربنا غير كل ده والموازين كلها انقلبت عشان ربنا بيحبك وقال لك إن العمل الصالح أحب من الجهاد في سبيل الله. طيب تعالوا بحيث كده نشوف بقى بعض الأعمال اللي لازم ناخد بالنا منها ونعملها من دلوقتي. رقم واحد: التوبة النصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. إيه مستني إيه؟ مستني إيه تاني؟ مستني إيه؟ يلا توب لربنا، يلا ارجع لربنا سبحانه وتعالى. ما انش الاوان انك ترجع، يلا ارجع بقى وشوف. انت مش ضامن الايام دي هتيجي عليك مرة تانية ولا لا. انت مش ضامن الايام دي هتمر علينا تاني ولا لا. تعالوا كده نشوف. شوف كده المسجد اللي انت عايش فيه او البيت اللي جنبك او الشارع او الحارة اللي انت ساكن فيها. شوف الناس اللي كانت عايشة معاك السنة اللي فاتت ما بقاش موجود فيهم عدد كبير، راحوا فين؟ انتقلوا إلى رحمة الله. طيب أنت ضامن نفسك؟ ضامن السنة الجاية مين هيكون عايش؟ ضامن السنة الجاية مين اللي هيكون موجود؟ ضامن السنة الجاية أنت هتكون موجود ولا مش موجود؟ لا أنا مش ضامن طبعا. فزي ما فيه ناس فرقونا العام الماضي ما بقاش موجودين معانا الأيام دي، برضو نفس الكلام. أنت مش ضامن أنت هتبقى موجود بين الناس السنة الجاية ولا لا. شفت قد إيه؟ فاحنا محتاجين ان احنا نرجع لربنا ونتوب لربنا في الايام دي، نتوب ونستغفر ربنا. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتوب لربنا ويستغفر 90 مره. ده مين؟ ده النبي اللي ربنا غفر له كل ذنوبه. ده النبي عليه الصلاه والسلام اللي ربنا غفر له كل ذنوبه. طب ما بالكم بقى احنا بذنوبنا ومعاصينا؟ ده ربنا يا جماعه غفور رحيم بينا. توبوا ربنا في الايام الجميله دي. طيب تاني حاجه ايه؟ الصيام يا جماعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار
70 خريفا. أسأل الله إن ربنا سبحانه وتعالى يبعدنا جميعا عن نار جهنم يا رب. يا رب دخلنا الجنة يا رب. يا رب أبعدنا عن النار يا رب. يا رب برد ترابنا يا رب كده ودخلنا الجنة بإذن الله. بإذن الله ندخل الجنة. شفتوا يوم في سبيل الله. طيب إذا كان اليوم ده في العشر الأوائل من ذي الحجة، إذا كان الأيام دي في العشر الأوائل من ذي الحجة في الأعمال مضاعفة والصيام هيبقى مضاعف، إذا كان يوم واحد ربنا بيبعدك عن النار 70 خريفا، طيب لو اليوم ده في العشر الأوائل من ذي الحجة، شفتوا بقى؟ شفتوا قد إيه إنه الأيام دي مباركة؟ طيب أنا مش هصوم، أصوم يوم 2 3، مش شرط إنك تصوم ال9 أيام، مش صوم اللي أنت تقدر تصومه، صوم يوم عرفة. تعالوا نشوف سيدنا النبي قال إيه عن يوم عرفة. في حديث قتادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. يا سنتين ربنا يغفرهم لك بيوم واحد. طيب أنا مش هقدر أصوم بقى ال8 أيام أو ال9 أيام دول، مش هقدر أصوم غير يوم عرفة. ما أنت لازم تنتهز الفرصة، مش كل حاجة صيام، لا، في حاجات كتير ودي رحمة من ربنا، عشان لو مش قادر تصوم تعمل الحاجات دي كلها. منها أولا قيام ليل، لازم تحافظ على قيام الليل. 11 ركعة تصليهم. لو كنت بتصلي ركعتين 4 قبل الأيام دي، لا، الأيام دي نصلي 11 ركعة بإذن الله. تصلي 10 وبعد كده تصلي الوتر وتسأل ربنا واسأل الله من فضله. العلماء قالوا إن الآية دي نزلت في الأيام دي، نزلت في العشر الأوائل من ذي الحجة، واسأل الله من فضله. شوفوا قد إيه في لفتات عظيمة جدا، لفتات جميلة، عشان ربنا بيقول لك أهو أنا بغفر الذنوب في الأيام دي واسأل الله من فضله. طيب إيه كمان أقدر أعمله؟ التسبيح والذكر يا جماعة. أهي المسبحة الإلكترونية أنت ممكن تسبح بيها 1000 مرة في مكتبك وأنت قاعد. سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر. 1000 مرة وأنت قاعد مش داري، تبص في التسبيح من المسبحة بتاعتك تلاقي نفسك جبت 1000 2000 3 4 وانت مش داري. لا اله الا الله يا جماعه. طيب لو انت في مواصلات، ركبت عربيه، سافرت من مكان لمكان في اي طريق، سبحان الله الحمد لله، هتبص في المسبحه جبت 1000 مره وانت مش داري. وانت في شغلك مش معاك مسبحه وانت في نفسك كده، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. في شركتك، في مصنعك، في تجارتك، في زراعتك، اي حاجه ايا ما كان، حتى لو كنت شغال في اي عمل شاق وانت واقف كده من غير مسبحه حتى، سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله، الله اكبر. يا على الاجر، هتلاقي نفسك سبحت آلاف المرات وانت مش داري. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر بيقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فيها من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التحميد، من التهليل والتحميد والتكبير. قولوا الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. أيام جميلة، أيام فيها يوم التروية، في يوم عرفة. شوفوا تخيلوا بقى، في لفتة عظيمة جدا في القرآن الكريم. لما تيجي تشوف آيات الحج في القرآن الكريم تلاقي إن ربنا بين لنا في القرآن إنها أيام ذكر. تعالوا نشوفوا سورة البقرة كده: فاذكروا الله عند المشعر الحرام 1، واذكروه كما هداكم من 2، وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله 3، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله 4، كذكركم 5 آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم وبعد ده قال واذكروا الله في أيام معدودات 6. طب تعالوا نشوف في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وبعدين قال ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. جاء بعدين في آية بعدها قال إيه ربنا سبحانه وتعالى: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبعدها بآيات قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. سبحان الله. يبقى لفتة جميلة هنا بتقول إن الحج ربنا سبحانه وتعالى لما هو بيتكلم عن الحج ذكر إن الأيام دي كلها ذكر، تهليل، تحميد، ذكر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى انت طول ما انت قاعد شغال في مكتبك، في مصنعك، في زراعتك، اي مكان عملك، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله، الله اكبر. كل هذا الذكر جميل جدا يا جماعه. يا رب، يا رب اجعلنا من عتقائك في هذه الايام يا رب العالمين. يا رب اغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من التائبين القانتين التائبين الاوابين يا رب في هذه الايام. يا رب اجعلنا من المنفقين، واجعلنا من المتصدقين، واجعلنا من الصائمين، واجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا رب العالمين. يا رب اجعلنا منهم. يا رب في الأيام دي اغفر لنا ذنوبنا، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مكروبا إلا فرجته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مكروبا إلا فرجته، ولا حاجة إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.